السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قيم ومبادئ الأندية. مش هتكلم في قصة معينة، ولكن هتكلم بصفة عمومية على يعني على جميع الأندية. خلينا نتكلم إن الكورة احتراف، أنت تاخد ده أنا أخد ده، ولكن الفكرة وما فيها إن القيم والمبادئ لا تتجزأ، لا تتجزأ. تمام، خلينا نقول ان ده المختص، يعني ده المصطلح العلمي اللي الواحد ممكن يقوله، والمفروض ان الكل يبقى ماشي على نفس النهج ده، ويبقى هما فاهمين الكلمة اللي بيقولوها. عجبني امبارح جدا 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 بطريقة مش متخيلها رد الكابتن احمد المرغني على محمد فاروق ووكيل الاعمال اللي كان موجود معاهم في برنامج كابتن محمد فاروق امبارح، لما كابتن احمد المرغني قال له تقدر تقول لي ايه هي القيم والمبادئ بتاع النادي الاهلي، وايه هي اللي انتوا تقدروا تتغاضوا عنها مثلا او لا، او ايه اللي يعمله اللاعب عشان خاطر ما يخشش النادي الاهلي. فتم رد عليه وقال له ان او وكيل الاعمال اترد عليه وقال له ان الناس في الاهلي بتعلي اسم الكيان اللي هو النادي الاهلي فوق اسماء الاشخاص، وبالتالي ان اي حد يلعب داخل النادي الاهلي لازم يكون عارف ومتاكد مليون في الميه ان هو داخل جوه النادي ما ينفعش يكون غلطان فيه. طيب، امام عاشور وقت بطولة الجمهورية اللي حصل فيها المشكلة الكبيرة جدا، كان احمد عيد وامام عاشور واللي اتوقف على اسرها. امام عاشور 12 مباراة، ووقتها طلع جميع الاعلام المصري الاهلاوي بصفة عامة وطلع غلط امام عاشور، وكانوا اللي واقفين ضده ان هو لازم يتوقف علشان خاطر اللي عمله ما ينفعش. ان هم شتم رمز من رموز النادي الاهلي وهو حسن حمدي، وشتم رمز من رموز النادي الاهلي وهو الاب الروحي للنادي الاهلي وهو صالح سليم، وعملوا ابيات شعر ان ازاي يعني يتغلط فيهم بالطريقه دي. ولكن يشاء القدر ان امام عاشور اتوقف 12 مباراة، وحصل يعني مخاطرات كتيرة، وخلاص الامر انتهى وعدى الموضوع. جه بعدها امام عاشور حصل مشكلة كبيرة وضرب كابتن وليد سليمان، وطلع اعتذر برضو على التلفزيون وقال كابتن وليد سليمان ده نرفزة ملعب وكذا وكذا وكذا. هوب، نلاقي امام عاشور من نادي الزمالك لنادي ميتلاند الدنماركي بمبلغ 3 مليون دولار، او بمعنى اصح 2 مليون دولار و600 الف دولار. اوكي، الباقي طبعا رايح للعمولة، وتم وضع شرط ان الشركة المسوقة اللي هي بتاع احمد يحيى او يحيى علي هي اللي تاخد اعادة بيع امام عاشور لاي نادي. تمام لحد هنا؟ تمام. هوب، امام عاشور جاله اصابه في وتر العضله الخلفيه، ودي اصابه كبيره وخطيره ورخمه على اي لاعب، وقال لك انا هنزل اتعالج في مصر. رجع اتعالج في مصر. هوب، الاهلي مضى مع امام عاشور، واصبح امام عاشور لاعبا رسميا في النادي الاهلي. طيب، فين المبادئ؟ فين المبادئ؟ او فين اللي اتقال ان ما ينفعش يتغلط في كيان النادي الاهلي، في رموز النادي الاهلي، ولا في الحته دي احتراف؟ طيب، هل بعد كده هتقدر انت كنادي اهلي تطلع وتبرر ايه اللي حصل في صفقه امام عاشور، ولا هتعمل ودن من طين وودن من عجين واجي اجزأ المبادئ على دماغ او على كيف مسؤولي النادي الاهلي؟ محمود الخطيب شفت له النهارده فيديو بالصدفه مع احمد شوبير على قناه اون سبورت، لما قال سالوا الكابتن احمد شوبير قال له انت تقدر تسامح لاعب غلط في النادي الاهلي؟ فراح رد محمود الخطيب قال له ما ينفعش، يعني حفظ للالقاب، قال له ما ينفعش ان انا اسامح
حد غلط في كيان النادي الاهلي او حد غلط في رموز النادي الاهلي، هتسامحوا امام عاشور ولا هتعملوا ايه؟ سلام.